السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير. إن شاء الله تكونوا بخير وبعافية وبصحة. فإذا كنت مشاهد معنا جديد أرجو منك الاشتراك في قناتنا، وإذا كنت مشترك معنا أرجو منك نشر هذا الفيديو لأوسع نطاق في المجموعات في الصفحات. ولا تنسى زيارة صفحتي الرسمية على فيسبوك ذو هالبر أمير، أو بالعربية المساعد أمير. وما عليك إلا أن تعجب بها وتتفاعل معنا وتشارك هذه الصفحة لتكبر العائلة. ومرحبا بك زائرا ومشتركا وأحد أعضاء العائلة. والآن فلنبدأ على بركة الله. في هذه المراجعة سوف نتطرق إلى دراسة القانون العمل بصفة كاملة، قانون العمل الجزائري بصفة خاصة. في هذه المراجعة أريد أن أنوه وأشير إلى الدروس التي سوف نتناولها خلال هذه المراجعة، وهي 9 دروس. أولا، بداية ظهور قواعد قانون العمل. وثانيا، نتائج تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل. ثالثا، نشأة وتطور قانون العمل. رابعا، تعريفه ومجال تطبيقه، نطاق تطبيقه. خامسا، مصادر قانون العمل الرسمية والغير رسمية والدولية. سادسا، عقد العمل الفردي. سابعا، مراحل انعقاد علاقة العمل وطريقة إثباتها. ثامنا، سريان علاقة العمل منذ تنصيب العامل. تاسعا وأخيرا، حل نزاعات علاقة العمل الفردية. في هذه المواضيع سوف أحاول قدر الإمكان أن أوضحها بالتفصيل، وأريد أن أنوه وأشير مرة أخرى أنني سوف أنقل لكم الفكرة وليس المحاضرة، فهذا العلم يكون علما نافعا وليس علما علما جردا ليس لديه أي معنى. وأقول لكم كلام لكنه كلام لا طائل منه وكبير وواسع، لذلك لا تفهموه. وبالطبع سوف أحاول قدر الإمكان أن أبسط لكم قانون العمل وفي وقت قصير وفي فكرة واحدة لكل معلومة إن شاء الله. فما عليكم سوى التتبع والتركيز معي منذ البداية إلى النهاية. والآن سوف نبدأ بالدرس الأول. الدرس الأول في بداية ظهور قواعد العمل. إن ظهور قواعد العمل، أو من المعروف أن قانون العمل أو هذه القواعد التي تحكم قانون العمل وقتاش ظهرت، من بدات تنبثق هذه القواعد، وقتاش خرج للوجود هذا قانون العمل، وقتاش تبلور قانون العمل، خرج كما يقولوا متى هو ميلاد قانون العمل، وقتاش ولد قانون العمل، راهو بدا يظهر. في البداية كانوا الأفراد كانت هنالك حرية مطلقة في إقامة علاقات العمل، وكانوا يعملون بمبدأ سلطان الإرادة. فكان هذا الإجحاف في حق العامل، بما أن الذين يحكمون في العمل، أصحاب العمل، هم الذين لديهم سلطة الإرادة المطلقة والحرية في توظيف العمال والإجحاف فيهم وفي حقوقهم. في هذه الحالة تدخلت الدولة وصانت حقوق العمال وحافظت على الأمن. وبهذه الطريقة صدر أول قانون في فرنسا، هو قانون اجتماعي سنة 1941. هذا القانون نظم أحوال العمال من كافة مجالاتها، دائما ينظمها من كافة مجالاتها من حيث الاحترام، ويجب أن نحافظ على كرامته وإلى آخره. وصدر قانون أيضا في قانون 84/03 اعترف بحرية تكوين النقابات، في سنة 1984. هنا يستطيع العامل أن يكون مجموعة من العمال أن يكونون نقابة تحكمهم، هذه النقابة تدافع عنهم وعن حقوقهم.
وأيضا ظهرت عدة قوانين يعني في هذا المجال، يعني خاصة في فرنسا، متعلقة بالعمل، يعني حماية العامل وضمان العامل، الضمان الاجتماعي بالطبع. وأيضا مدة العمل، أيضا أن العامل يجب أن يعمل 8 ساعات، حددت أن العامل يجب أن يعمل 8 ساعات ولا نضطهده، يعني نحاول أن يعني نشن يعني نقوم باضطهاده يعني ويعني إتعابه في العمل، يعني أكثر من 8 ساعات إلى 12 ساعة 13 ساعة. فهذا القانون هو قاعدة تجسد الاحترام والهيبة من يعني الدولة، يعني تحكم هذا النظام وتسيره وفق إرادتها الخاصة، وتطبق القانون وتطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فهذه القاعدة التي تعطي مبدأ المساواة بين العمال بصفة تامة وبين رب العامل في قيامه بواجباته العملية. فظهور الدولة يعني في هذه يعني كطرف آخر في عقد العمل تجعل العمال تخضعهم لحماية وضمان، وتعطيهم مدة العمل يعني التي يتقيدون بها، وتقاعدهم يعني عند إحالتهم إلى التقاعد يستطيعون أن يأخذوا المعاش الذي يقتاتون منه ويشربون منه لأنه متعلق بالكرامة. والآن يعني تدخلت الدولة في عقد العمل، تدخلت الدولة في عقد العمل ونظمت هذا العقد. الآن ما هي النتائج التي ترتبت عن تدخل الدولة في تنظيم علاقة العمل؟ ما هي النتائج أو ما هي الصور التي ظهرت نتيجة تدخل الدولة؟ يعني لم تكن دولة، كان هنالك إجحاف، كان هنالك ظلم، عدم مساواة، لكن عندما تدخلت ظهرت نتائج، 4 نتائج مهمة. أولا، وضعت شروط وأحكام عقود العمل الفردية والجماعية، وضعت شروط محددة وأحكام كما قلت لكم، قوانين تنظم عقود العمل الفردية والجماعية. لم تبقى خاضعة لسلطان الإرادة، يعني هذه العلاقات العمل لم تبقى خاضعة لسلطان الإرادة يعني يتعاقدون وفق إرادتهم وينفسخ عقد العمل وفق إرادتهم، بل أخضعته لأحكام تنظيمية وقانونية في الدولة، يعني لتقيم عقد عمل بشروط وتفسخ عقد العمل بشروط. يعني هذه الأحكام وضعتها لتنظم عقود العمل وتنزع السلطان الإرادة. ثالثا، أحكام قانون العمل لم تبقى محصورة في عمل عمال الورشات، لأنهم كانوا يعملون إلا في الورشات، لأن كان يخضعون لسلطان الإرادة، وكان هنالك إجحاف في حقهم وفي حقوقهم أيضا، بل شملت شرائح مختلفة من كافة القطاعات، الصناعة، الزراعة، التجارة، يعني توسعت وشملت مختلف قطاعات الاقتصاد. لذلك أصبح العمال يعني مختلفين، هنالك من نسميه حرفي، وهنالك من نسميه عامل وتاجر، وأيضا يعني هنالك الكثير من الشرائح العمالية في الوطن أو في الدولة، التي بفضل الدولة تدخلها بفضلها بل اتسعت رقعة شرائح العمال في البلاد. وأخيرا، تجاوزت أحكام قانون العمل، يعني قانون العمل التي كانت ضيقة تنظمهم على حدود ضيقة، يعني كانت تنظمهم على أساس أنهم يدخلون في عقد مع الدولة من أجل أن يقيمون بعمل فقط، يعني وبسلطان الإرادة بالطبع بعد من قبل. لكن الآن توسعت هذه العقول المأجورة، يعني المأجورة، لأنها تجاوزت أحكام قانون العمل التنظيم الضيق لعلاقات العمل المأجورة، لأن علاقات العمل كانت مأجورة، كانت ضيقة جدا، كانت محصورة يعني لتمتد لقواعد متعلقة بتقنين قواعد لعقد العمل. يعني أصبح عقد العمل هنالك قواعد أخرى تحكمه، يعني مقنن، يعني أصبحت هنالك تقنين، لذلك سمي بكود دو ترافاي، يعني تقنين العمل أو قانون العمل. فقانون العمل هذا يعني فيه قواعد قانونية، وقواعد قانونية تتقنن، يعني تتعدل وتعدل وتتسع لتنظم عقود العمل، وضمن هذه القواعد سوف تضمن لهم الحماية من الأخطار المهنية وغيرها من التنظيمات الخاصة بالعمال.
وهنا انتهينا من النتائج تدخل الدولة في تنظيم علاقة العمل. سوف ننتقل الآن إلى نشأة وتطور قانون العمل. الآن كيف تطور قانون العمل؟ الآن ظهر قانون العمل في الجزائر، يعني خاصة في الجزائر. كيف تطور قانون العمل؟ هنا نحن نتكلم عن الجزائر قبل الاستقلال وبعد الاستقلال وعند تحولنا إلى اقتصاد رأسمالي يعني معاصر. يعني قبل الاستقلال نقدر نقول إنه عصر قديم، يعني بعد الاستقلال نقول نحن في الحداثة، نحن في العصر الحديث. لكن بعد الاستقلال وإلى يعني إلى 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة تحولنا إلى اقتصاد رأسمالي. يعني لسنا نحن من تطورنا في الاقتصاد، بل فقط انضممنا إلى اقتصاد سمي بالرأسمالي واشتراكي أيضا. لم نأخذ لا اشتراكي ولا رأسمالي، بل توسطنا وأخذناهم الاثنان. لكن في المرحلة الثالثة تحولنا إلى اقتصاد رأسمالي يرتكز على أرباب العمل. يعني هنالك أرباب عمل ورؤوس العمل ورجال الأعمال الذين يسيرون الاقتصاد. أولا، كيف كانت نشأته وتطوره ما قبل الاستقلال؟ كيف كان القانون ما قبل الاستقلال، يعني في فترة الاحتلال الفرنسي؟ يعني في هذه الفترة يعني كانت نشوء وتطور قانون العمل يعني بصفة عامة، وفي فرنسا بصفة خاصة. يعني كان يتطور هذا القانون في فرنسا بصفة خاصة، لأنه انبثق منها بالطبع. وبالتالي عندما نقول أنه ما قبل الاستقلال كيف ظهر في الجزائر، ظهر في الجزائر بفضل فرنسا. ليس بفضل فرنسا على أنها شيء يعني جيد أو ما، لكن بفضل فرنسا التي نقلت هذا المفهوم يعني العمل، ونقلت هذا القانون الذي وضعته هي ومفهومها القانوني في القانون الجزائري. لأنها كانت فرنسا يعني تعمل يعني تخدم الأفراد الجزائريين، يعني تخدمهم وفق قواعدها القانونية التي تحكمها هي، يعني تطبقها في الجزائر. يعني قبل ما يكون هنالك قانون في الجزائر قانون عمل، يعني كانت تطبق قواعدها القانونية فيما يخص العمال في توظيفهم، كانت تطبق قواعد الفرنسية. لأن معظم القوانين في هذه الفترة كانت فرنسية مطبقة في الجزائر. يعني لا يمكننا الحديث عن قانون عمل خاص بالجزائر، بل خاص بفرنسا. هذا القانون يخص فرنسا وليس الجزائر، يعني ما قبل الاستقلال. ثانيا، بعد الاستقلال، بعدما أخذت الجزائر استقلالها يعني في سنة 1962 إلى غاية 1989، في هذه الفترة كان هنالك تفراغ تشريعي. في هذه المرحلة الجزائر لم تصدر أي قانون فيما يخص تنظيم علاقات العمل، فبادرت الدولة يعني بعد حين بادرت في تنظيم قواعد العمل، في إصدار قوانين ينظمون قانون العمل ويدعمونه. يعني دعموه بقوانين فرنسية يعني في سنة 1975. في هذه الفترة بالتحديد أخذ المشرع الجزائري تلك القوانين التي كانت تطبقها علينا فرنسا في فترة الاستعمار الغاشم الفرنسي، تطبقها على العمال بصفة قانونية وبصفة تقنينية في القانون. فكانت تعتبر سنة 75 سن القوانين الخاصة بالعمال، تسمى سن القوانين الخاصة بالعمال. يعني في هذه الفترة بداوا يعني المشرعين الجزائريين يديروا قوانين تاع العمال في فترة 1975. فمن هذه القوانين التي وضعتها الجزائر القوانين المتعلقة بالشروط العامة لعلاقات العمل، كيف تتوظف في كعامل في الدولة. وهنالك نصوص متعلقة بالعدالة في العمل، يعني المساواة ومدة العمل، يعني كما قلنا في فرنسا 8 ساعات، 4 صباحا و4 مساء. ونصوص متعلقة أيضا يعني بحماية العمال من كما قلنا من الأخطار المهنية. وهذا القانون طبق في القطاع العام وفي القطاع الخاص بعامل ورب العمل، والعام الخاص بالدولة والعامل.
والآن انتهى هذه الفترة، لقد تحولنا الآن إلى اقتصاد رأسمالي. في 1990، ركزوا جيدا، في 1990 يا طالب تحولنا إلى اقتصاد رأسمالي. فتطبيقا لأحكام الدستور 89، لقد قلنا أن 1989 صدر دستور جزائري ثاني، يعني 1990 بعد سنة من صدور ذلك الدستور صدرت عدة قوانين متعلقة بتسوية المنازعات الجماعية. يعني بعدما قمنا بوضع قوانين، يعني عندما تحولنا إلى اقتصاد رأسمالي وضعنا قانون في 1990 بقانون ينظم منازعات العمل يعني الجماعية. يعني هنالك جماعات من العمل يحكمها القانون أو تحكمها الدولة. فهذه الجماعات لقد كما يقولون لقد وضعوا احتجاجات، يعني مظاهرات، يعني هذه منازعات بين العمال والدولة. فهذه المنازعات وضعت قوانين متعلقة بها. من هذه القوانين حق ممارسة حق الإضراب، يعني قانون حق ممارسة حق الإضراب للعمال، الحق في إضرابهم وعدم ولوجهم إلى العمل لأنهم يطالبون بحقوقهم. ثانيا قانون سنة 1900 قانون حسب المادة 54 المتعلقة بتسوية المنازعات الجماعية. بالطبع لقد وضعوا قانون يسوي هذه المنازعات الجماعية، المنازعات الجماعية والفردية والعمل وممارسة الحق النقابي. وهذا القانون الذي أعطى مبدأ سماح التعددية النقابية، يعني مجموعة من النقابات، كل نقابة تحكم قطاع محدد وتدافع عنه، والعامل الذي يتعرض للحقرة يعني أو يعني للغش أو للاستغلال يذهب لتلك النقابة، وتلك النقابة هي بدورها تقوم بإرجاع له حقه وإسقاط الظلم ورفع راية العدالة والمساواة. والآن انتهينا من الاقتصاد الرأسمالي في 1990. الآن سوف ننتقل إلى قانون العمل. لقد الآن يعني في هذه المرحلة لقد دخلنا إلى أقوى وأفضل، وهذه المرحلة هي يعني نقطة محورية. تجاوزنا تلك التمهيدات، يعني هنا سوف نركز جيدا على تعريفه وأين يطبق هذا قانون العمل، فركزوا جيدا. أولا في تعريف قانون العمل، نحن نعرف أنه مجموعة من القواعد الحديثة النشأة، يعني ليس هو قانون قديم بل هو قانون حديث، فتبرورت أحكامه مع بداية القرن العشرون. هنالك قرن 20 تبلورت يعني فيه أحكامه. فهو مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية. ركزوا جيدا، هنالك قواعد قانونية تصدر من التشريع يعني تصدر من السلطة التشريعية أي من البرلمان، وهنالك قواعد تنظيمية تصدر من الرئيس أو من الوزير الأول. فهذه التنظيمات التي تنظم علاقات العمل إضافية للتشريع. فهي مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية تحكم علاقات الناتجة عن العمل المأجور. ماذا نقصد بالعمل المأجور؟ يعني تعمل من أجل أن تأخذ أجرة، هذا هو العمل المأجور. فدائما نقول يعني في تعريف آخر أنها مجموعة من القواعد القانونية والاتفاقية تحكم وتنظم مختلف القطاعات العمالية وأرباب العمل داخل مؤسسة مستخدمة. يعني ما هي المؤسسة المستخدمة؟ تكون مصنع أو شركة أو ما تكون عدة مؤسسات، وما يترتب عنها حقوق والتزامات ومراكز قانونية بين الطرفين. فهذا هو تعريف قانون العمل، مجموعة قواعد قانونية تنظيمية وقانونية تحكم العلاقات الناتجة عن العمل المأجور. الآن أين يطبق قانون العمل أو على من يطبق قانون العمل؟ في الأصل يا طالب قانون العمل يطبق على كافة العمال، يعني جميع واحد عنده صفة عامل يطبق عليه هذا القانون، يعني بغض النظر إذا عن مدة العمل، يعني حتى ولو يعمل 24 ساعة و 24 ساعة شينوي ما على باليش، لكن يخضع لهذا القانون بما أنه عامل يخضع لهذا القانون. يعني سواء كانت المؤسسة التي يعمل فيها خاصة أو عامة فهو يخضع لقانون العمل.
لذلك فإن تطوره يعني تطور قانون العمل أدى إلى اقتصاره على تنظيم العمل التابع. بما أن قانون العمل تطور فهو أدى إلى اقتصاره على تنظيم العمل التابع. ماذا نقصد بالعمل التابع؟ التابع ركزوا عليها، أسطروا عليها مليح. لذلك فإن التبعية في القانون بما أنه تطور، يعني القانون تطور سيبون خلاص تبلور، الآن يخضع لهذه القاعدة. هذه القاعدة تسمى التبعية، لأن التبعية تنقسم بدورها إلى اثنان: هنالك تبعية قانونية وهنالك تبعية اقتصادية. الآن ماذا نقصد يا طالب بالتبعية القانونية؟ فالتبعية القانونية هي التي تكون قائمة بين العامل وصاحب العمل. يعني تبعية قانونية، يعني قانون يحكم العامل الذي يعني صاحب العمل وضع قانون يعني هذاك القانون يخضع له العامل الموظف من طرف صاحب العمل. يعني واحد في شركة هو مول الشركة هو اللي دار لها القانون، كيجي واحد يخدم عنده، هنالك تبعية قانونية بيناتهم، يعني القانون هو اللي يحكمه. يعني هذاك العامل ما يقدر يدير والو غير يخضع ويتأمر ويقول ايه وبس، فهم. وهنالك تبعية اقتصادية. ماذا نقصد بها؟ تعتمد على معطيات مالية. كي نقولوا اقتصاد نقولوا دراهم، من الاخر نقولوا اموال. فهذه التبعية فهذه المعطيات المالية تنتج عن علاقات العمل، خاصة عنصر الأجر، لأن الأجر خاص، يعني الأجر هو يعني عنصر متعلق بكرامة الإنسان. لا يعقل أن يعمل العامل دون أن يتلقى الأجر، فهو متعلق بكرامته، متعلق بملبسه ومأكله ومشربه، يعني قوته، يعني هي متعلقة بالكرامة. ما يقدرش واحد يخدم بعد ذلك يروح كيفاش يدير، ما عندوش وين ياكل وين يبات وين، مفهوم. يعني في هذه الحالة علاقات العمل، يعني في هذه التبعية الاقتصادية، يعني أنه يتابع ذلك العامل للدولة، سواء في القطاع العام أو في الخاص، تابع لرب عمله أو للدولة، يعني ليس يعني صاحب عمله أو للدولة، يعني تابع لها يعني بالأجر. يعني هو يعمل ينفذ الأوامر، تبعية قانونية، ينفذ الأوامر، لا يعصي صاحب العمل، لكنه بالمقابل يتلقى الأجر الذي عمل لأجله. يعني لو كانت ساعات عادية أو ساعات إضافية فهو يتلقى هذا الأجر. فالتبعية الاقتصادية متعلقة بالأموال المقابل. فهذه التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية. وانتهينا من نطاق تطبيقه، والآن سوف ننتقل إلى عنصر ثالث أو درس ثالث، وهو مصادر قانون العمل. الآن قانون العمل من أين يأتي بقواعده؟ يعني سبحان الله، يعني قانون العمل قائم بحد ذاته، يعني منزل ليس منزل كما قلنا، بل هنالك مصدر. يعني هذا القانون العمل أو المشرع، يعني الذي يكتب القانون، يذهب إلى ذلك المصدر، يعني سواء كان مصدر داخلي أو خارجي أو دولي، يعني يذهب ويأتي بتلك القاعدة ويضعها في القانون، راح يجيب القاعدة ذيك ويحطها، سواء كان مصدر داخلي أو خارجي، أو يعني داخلي أو خارجي، يعني رسمي أو غير رسمي، يعني والذي سوف نتطرق إليه الآن في شرحنا. أولا هنالك مصادر داخلية تسمى بالمصادر الرسمية والغير الرسمية. يعني الداخلية صافي وطنية، يعني جايين في الجزائر، نهضروا بصفة يعني داخلية جاية في الجزائر. وإذا كنت في المغرب اللي راك تشوف، إذا كنت من المغرب أنت الذي يعني تشاهد هذا الفيديو، فأنت في وطنك بصفة داخلية. يعني هذه المصادر تكون داخلية يعني وطنية، تكون رسمية وغير رسمية، يعني مصادر تفسيرية. أولا سوف نتطرق إلى المصادر الرسمية. المصادر الرسمية عندنا أولا المبادئ الدستورية. هو أول شيء نقوله عندما نذكر المصادر الرسمية، هو المبادئ الدستورية. المبادئ الدستورية وشنوها؟ المبادئ الدستورية هي تحتل الصدارة، هي الأحكام الدستورية التي تحتل الصدارة. فلكل وطن أو بلد لديه دستور، هو الدستور الأسمى في ذلك البلد، تخضع إليه كافة القوانين التدرجية التي تأتي أسفله.
وبالتالي فهذه الأحكام يعني تحتل الصدارة في السلم التشريعي الوطني، وتعتبر المصدر الأول للقوانين المتعلقة بالحقوق والواجبات، من بينهم النظام الخاص بالعمال. يعني ما دام هذه المبادئ الدستورية، يا أخي في الدستور كاين حقوق وواجبات وحريات، يعني جميع هذه القوانين تتعلق بالنظام الخاص بالعمال. مثال: حق العمل والحماية والأمن والراحة، الحق النقابي والإضراب، كاع راهم في الدستور. يعني يأخذ هذا المشرع من الدستور يعني لينظم قانون العمل. أولا انتهينا من المبادئ الدستورية. ثانيا النصوص التشريعية. الآن هبطنا شوية، دينا ديغرادينا شوية، يعني نزلنا قليلا في التدرج، وصلنا إلى النصوص التشريعية. يعني هذه النصوص التشريعية يصدرها البرلمان، يعني في السلطة التشريعية يصدرها المشرع، يعني كان جزائري أو مغربي أو تونسي أو مصري. يعني هذه القوانين تصدر من هذه الهيئة في الدولة، وهي ترجمة لأحكام الدستور. يعني بيان سور الدستور يقول لك وش يقول التشريع، يقول ما يقدرش يخالف وش يقول الدستور. يقول لك حق في الحياة، التشريع المشرع يقول الحق في الحياة، ما يقدرش يقول الحق في اللا حياة. مفهوم؟ وهي ترجمة لأحكام الدستور التي يمكن تطبيقها في النصوص قانونية. بيان سور الدستور وش يقول، احنا نجيبوا الكلمة اللي قالها الدستور ونصير نحطوها في قاعدة قانونية تحكم العمل. مفهوم؟ فالأحكام الدستورية هذه في الدستور هذا يعني دائما يشير، يعني يشير كثيرا للنصوص التشريعية. دائما يعني يقول باللي يجب على المشرع أن يحترم النصوص التشريعية. دائما الدستور يشير للنصوص التشريعية، شغل يقول لهم باللي يا المشرع لاك راح دير قاعدة قانونية لازم تأخذ بالمصدر الأول اللي هو الدستور ومن جزء خالفه. مفهوم؟ فأصدرت عدة قوانين، يعني هذا البرلمان أصدر عدة قوانين خاصة بقطاع العمل، كان قطاع عمل خاص أو عام، يعني متعلق خاصة بالحقوق والواجبات. مثال، نعطي المثال القانون اللي خرج يعني في التشريع الجزائري، قانون 9011، يعني قانون الذين ذكرناه من قبل في 1990 11، يعني شهر نوفمبر. يعني 1990 هو فترة الرأسمالية كما قلنا، نحن ذهبنا إلى الرأسمالية في تلك الفترة، وصدر قانون يعني ينظم منازعات العمل كما قلنا، وعدة قوانين أخرى هايليك المتعلقة بعلاقات العمل الفردية ويعني وتسوية النزاعات أيضا الجماعية. فأصدرت عدة قوانين في تلك، وكما قلنا أن فترة 75 1975 هي فترة سن القوانين. والآن ننتقل إلى النصوص التنظيمية. النصوص التنظيمية لا يصدرها البرلمان بل يصدرها أعلى منه، يعني من يتحكم فيها، يعني السلطة يعني منفصلة عن السلطة التشريعية، هي سلطة تنفيذية، هي متعلقة بتنفيذ هذه القواعد، وتصدر تنظيمات تنظيمية وتنظيمات تنفيذية. فالتنظيمات التنظيمية يعني تصدر يعني هذه التنظيمات التنظيميه. علاش نديروا تنظيمات تنظيميه؟ يا اخي كاين تشريعيه، تنظيمات تنظيميه واش دخلها في عقد العمل، يعني نقولوا بصفه حريه مطلقه. علاش نديروا نصوص تنظيميه؟ مادام كاين مشرع راه يصدر في التشريعات، واش دخل السلطه التنفيذيه في الوسط؟ لان السلطه التشريعيه قاصره، ماشي قاصره يعني مينور، بل يعني لم تشرع بالمستوى المطلوب، يعني كانت هنالك قصور، كان هنالك عجز، كان هنالك نقصان في التشريع. لذلك جاءت النصوص التنظيمية لتنظيم كل علاقات العمل، يعني تكملها، يعني تكمل تلك التنظيمات التشريعية، فهي مكملة للتنظيمات التشريعية. لذلك حتى ما ترك تنظيم هذه المسائل العملية والتقنية إلى وسيلة مرنة، لأن النصوص التشريعية عجزت عن تنظيم كل علاقات العمل. يعني هنالك نصوص كما يقولون عليها مرنة، هي النصوص التنظيمية. مفهوم؟ النصوص التنظيمية هي نصوص مرنة التي تصدرها الهيئة التنفيذية. والآن سوف ننتقل إلى الأحكام القضائية كثالث مصدر من المصادر الرسمية. الأحكام القضائية، يعني سوف نذهب الآن إلى السلطة القضائية. الأحكام القضائية يعني بما أن القضاء في مختلف القضايا يصدر أحكاما يعني باسم الشعب،
يعني بإيجاد الحلول لحل النزاعات حتى في حالة غياب النصوص القانونية. يعني هنا اجتهاد قضائي كما يقولون، يعني هنالك قضية فلم تكن هناك قاعدة تطبق، فاجتهد القاضي وأصدر حكما، وهذا الحكم سوف يؤخذ به من بعد، فأصدر نصوص قانونية أو تنظيمية أو اتفاقية، وإلا اعتبر أنه ارتكب جريمة إنكار العدالة. لا يمكن للقاضي ألا يفصل أو يمتنع عن فصل في كاش قضية، لازم يفصل في تلك القضية. إن لم يطبق القانون وإن لم يفصل في تلك القضية فإنه ارتكب جريمة نكران العدالة، يعني نكر العدالة. في قانون القضاة تسمى جريمة نكران العدالة، يعني أنه لم يمتثل لهذه الأوامر ولم يطبق العدالة. يعني العدالة هي أنك تؤتي للشعب وتتكلم باسم الشعب لتجد حلوله وحل لنزاعاته. والآن سوف ننتقل إلى المصادر التفسيرية، وهي مصادر غير رسمية، يعني مصادر استئناسية كما يقولون، رفيقي شخص يونسك، يعني شخص يعاونك يعني بصفة يعني مؤقتة. هذه هي التفسيرية. فالتفسيرية هذه يشارك في وضعها يعني أصحاب العلاقة، يعني أصحاب العلاقة كمثل العامل ورب العمل والعرف والاتفاقيات الجماعية والنظم الداخلية لتتحول وتصبح قوانين معتمدة في الدولة. فهم؟ يعني هنالك أصحاب العلاقة مثل رب العمل كي يضع قانون في الشركة، قواعد جديدة كابابل رب العمل يضع قواعد جديدة في شركته. والعرف أيضا يعني يعتاد الناس على ممارسة عمل هكذا، وذلك العمل سوف يأخذ به. واتفاقيات جماعية، يعني جماعية بين الأطراف، يعني كقانون قواعد يعني يضعونها بينهم، ونظم داخلية، فتتحول وتصبح قوانين معتمدة في الدولة. والآن سوف نبدأ بالآراء الفقهية. الآراء الفقهية كمصدر استثنائي يعني غير رسمي. فالآراء الفقهية باعتبار أن الكتاب يضعون، يعني الكتاب جميع مثال الفقهاء والكتاب الكبار هذوك يضعون يعني تحاليل آرائهم متعلقة بكاش ظاهرة، وهذه الظاهرة يأخذونها بعين الاعتبار، يعني اعتبار يعني الوقائع العملية والموضوعية، فتعتبر مصدر خالق لقواعد ذات طابع اجتماعي، لأن تلك التحاليل والآراء بالظواهر والمعطيات يأخذونها بعين الاعتبار. بعين الاعتبار هذيك بعين الاعتبار يأخذها المشرع أو يعني ليضعها كقاعدة قانونية ذات طابع اجتماعي. الآن ننتقل إلى العرف والعادات المهنية ثانيا. بما أن العرف يعني يلعب دورا هاما في تطوير قواعد العمل، يعني كما يقولوا تنشأ كثير من الأحكام والقواعد القانونية عن بعض الممارسات العملية. عامل يعتاد على تصرف ما يعتاد عليه ثم يعتاد عليه كثير من العمال فلتصبح قاعدة قانونية. الآن ثالثا الاتفاقيات الجماعية للعمل، يعني من أهم المصادر لحل النزاعات، هي من أهم المصادر لحل النزاعات اتفاقيات الجماعية للعمل، يعني بيناتهم يتفاهموا باش يحلوا النزاع، يتفقوا هذو الجماعات هذو من العمال باش يحلوا النزاع. فهذه الاتفاقيات يعني عندها مكانة كبيرة في التشريعات العمالية سورتو تاع دوكا، فهي تمتاز يعني بإدخال أحكام الكثير أكثر، يعني تمتاز بإدخال أحكام، يعني تدخل أحكام بزاف لفائدة العمال. علاش تدخل أحكام بزاف لفائدة العمال؟ لأنها مستقلة عن السلطات الرسمية، ماشي تابعة للدولة. الاتفاقيات الجماعية ليست تابعة للدولة لأنها مستقلة عنها، فهي تدخل أحكام كثيرة لها، تدخل كثير من الأحكام لها يعني بدون أن تحتاج إلى الدولة. يعني كيف تدخل هذه الأحكام والقواعد؟ فهي تتم بأسلوب تفاوضي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، يعني أصحاب ذلك العمل، يعني تلك الجماعات، يعني هنالك أصحاب عمل يحكموهم يعني ويمثلوهم أصحاب عمل أيضا، فتلك يعني ممثلين العمال يعني، وهنالك أصحاب العمل. يعني
هذه الاتفاقيات الجماعية تتم بالتراضي بالطبع بالتراضي، وتكون بذلك ذات مصداقية، يعني بما أنهم اتفقوا عليها، يعني ممثلين العمال من نقابات وأصحاب العمل، يعني في ذلك الاتفاقية الجماعية تكون بذلك عندها مصداقية بزاف، وتكون يعني مشروعة. يعني علاش؟ لأنها نابعة من إرادتهم، هنالك إرادة تجعلهم يتفقون جميعهم على أن تلك القاعدة تطبق عليهم، وبالتالي وبذلك حتى الإلغاء تلك القاعدة لا يكون إلا بموافقة الطرفين، يعني بين العمال ورب العمل في الاتفاقية الجماعية. مفهوم؟ لأنها خاضعة إلى في القطاع الخاص. وأخيرا النظم الداخلية وتعليمات العمل. هنالك نظم داخلية وتعليمات العمل. يا طالب، أنت تسألني الآن تقول ماذا نقصد من نظم داخلية؟ أنا لم أفهم. النظم الداخلية يعني نعطي لك إكزامبل، مثال. أنت تعمل في شركة، الشركة هذيك القانون ما جابتوش من عند الدولة، السيد اللي دار الشركة هذاك هو اللي دار قانون داخلي، يعني هذاك القانون الداخلي هو اللي يحكم الشركة، سورتو إذا كان رجل قانون أو كان سياسي، يعني حط ورق قدامه وكتب قانون 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 ينظم هذيك الشركة، وانت كتجي تخدم فيها يعطي لك الورقة هذه يقول لك أنت تخضع لهذه القوانين. فهذه التوجيهات والأوامر والنظم الخاصة بتنظيم العمل داخل المؤسسة المستخدمة، كان مصنع أو شركة، من الناحية التقنية والصحية والأمنية، يعني هي إجراءات خاصة بالوقاية من حوادث العمل. وهنالك إجراءات تأديبية أيضا، يقول لك إذا ما غبت سوف أنقص من أجرك، وإذا شتمت أو يعني درت كاش تصرف غير لائق في الشركة سوف تطرد. يعني هنالك إجراءات تأديبية يعني تفرضها القوانين والاتفاقيات الجماعية والعقود، وأيضا النظام الداخلي هذا الذي نتكلم عنه. نظم داخلية وتعليمات العمل. نظم داخلية هي لوائح تنظيمية في تعريفها، لائحة تنظيمية يضعها صاحب العمل. مفهوم؟ والآن سوف ننتقل إلى المصادر الخارجية الدولية. يعني الآن يا مغربي ويا تونسي ويا مصري ويا جزائري بالطبع، اخرجوا من وطنكم ومن بلدكم. الآن سوف نذهب إلى الخارج، يعني إلى مصادر خارجية دولية. فهذه المصادر سوف يذهب المشرع الجزائري أو المصري أو المغربي أو التونسي أو السعودي إليها ويأخذ هنالك منها قواعد يعني تكون صلبة، ويضعها في التقنين العملي ليخضع إليها القانون العمل ويخضع إليها العمال. مفهوم؟ فعندما نتحدث عن المصدر الخارجي نتحدث عن مصدر واحد، مصدر عالمي، فهو منظمة العمل الدولية. فمنظمة العمل الدولية هي شيء مهم جدا عندما نذكر كلمة دولي فيما يخص مقياس قانون العمل. فهذه المنظمة فيما يخص نشأتها، يعني أنشئت بمقتضى معاهدة فيرساي. يعني هنالك معاهدة تسمى فيرساي، أنشئت سنة 1919 هذه المنظمة الدول العمل الدولية. فخصصت لها هذه المعاهدة فيرساي القسم 13، يعني من هذه المعاهدة قسم 13 المتضمن المواد من 387 إلى المادة 427. فهذه المواد تناولت مجمل أوجه تنظيم العمل. يعني هنالك منظمة عمل دولية وضعت قوانين كبيرة 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 تحكم جميع العمال، فأي منازعة كبيرة يعني إذ لم يسويوها يعني في الوطن، يعني الداخل، يذهبون إلى تلك المنظمة، وتلك المنظمة سوف تنظمهم على أكمل وجه. مفهوم؟ فهي تتناول هذه الأحكام جميع القواعد المتعلقة يعني في تنظيم العمل، يعني للمساهمة في إنشاء قانون دولي للعمل. فهذا القانون الدولي للعمل ما لازم يكونش كاين قانون داخلي يعني يخالف هذا القانون الدولي، شغل كيما الدستور. يعني قانون تاع القوانين تاع العمل قاعدتك هو القانون الدولي للعمل. مفهوم هذه الصفة؟ فهذه المنظمة استمرت، يعني استمر عمل المنظمة بصورة مستقلة حتى بعد الحرب العالمية الثانية. وقعدت هذه المنظمة تعمل بصفة يعني عملية نورمال.
يعني أنشئوا هنالك، يعني رغم ما يعني إنشاء منظمة الأمم المتحدة، يعني كي داروا منظمة الأمم المتحدة ما يسحقوش منظمة العمل الدولية والقانون الدولي، لكن رغم إنشاء منظمة الأمم المتحدة إلا أن منظمة العمل الدولية يعني لم تتوقف عن مهامها في إصدار توصيات وقرارات. يعني ما توقفتش من المهام. مارغري كانت منظمة الأمم المتحدة يعني أنشئت في 1945 بعد معاهدة مع بعد منظمة العمل الدولية، يعني أنشئت بعد يعني منظمة الأمم المتحدة أنشئت في سنة 1900 والله أعلم في 45 يعني 45 في هذه السنة أو يعني في هذه السنة. يعني فمنظمة الأمم المتحدة هذه يعني مارغري داروها يعني نشأوها، يعني منظمة العمل الدولية ما حبستش، قعدت تصدر في توصيات توصي، وقعدت تصدر في قرارات، وقعدت يعني تستعمل تشريعات جديدة وطنية لتوحيد أحكام قانون العمل في الدول، يعني قاعدة تخدم في خدمتها. فهذه منظمة العمل الدولية العضوية ديالها واش كاين فيها الداخل، يعني واش كاين فيها، فهي من دول تتكون من دول تتجاوز 150 دولة. مفهوم؟ يعني العضوية في هذه المنظمة تتكون من حيث المبدأ، يعني من البرانسيب ديالها من دول تتجاوز 150 دولة، لكل دولة 150 دولة فيها المنظمة هذه. كل دولة واش عندها؟ عندها ممثلين اثنين تعينهم السلطات الرسمية، يعني داخل الدولة. أنا دوكا رجعنا للبلاد، كل دولة عندها ممثلين اثنين تعينهم الدولة تاعنا، يعني هي تعين هذوك زوج ممثلين هذو هما اللي يروحوا لمنظمة العمل الدولية. كيما الجزائر حنايا عندنا زوج ممثلين، هذو الزوج يمثلونا في منظمة العمل الدولية ياك. وعندنا ممثلين النقابات العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، يعني عندنا ممثلين النقابات العمالية، يعني عندنا زوج تاني، هذا الزوج أكثر تمثيلا للعمال، يعني يمثلونا على مستوى منظمة العمل الدولية. وعندنا ممثلي أصحاب العمل، يعني كي نقولوا أصحاب العمل القطاع الخاص، زائد المؤسسات المستخدمة، يمثلوا المؤسسة هذه المستخدمة تاع صاحب العمل، يمثلوها يعني في حالة نزاع، في حالة وجود نقص قوانين منا، يمثلونا في منظمة العمل الدولية، أو يمثلوا صاحب العمل أو المؤسسة المستخدمة. لكن ممثلين اثنين تعينهم السلطات وممثلين نقابيين، يعني هذوك تعينهم الدولة. مفهوم؟ في هذه الحالة انتهينا من المصادر الخارجية، وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. منظمة العمل الدولية فهي شيء جد هام، يعني لازم تركزوا عليها. والآن سوف ننتقل إلى عقد العمل الفردي. فعقد العمل الفردي، كي نقول عقد عمل فردي، يعني عقد عمل فردي يكون عنده كيان قانوني، يعني مستقل. مفهوم؟ يعني كي نقولوا عمل فردي يعني حيكون بين كما الصورة موضحة أمامكم، شخص تعاقد مع شخص آخر، يعني صاحب العمل تعاقد، يعني هذاك العامل البسيط تعاقد مع صاحب العمل، لهنالك عقد عمل، يعني صاحب شركة تعاقد معه شخص بسيط موظف في تلك الشركة، هذا هو عقد العمل الفردي. في تعريفه العام يعني هو ذو كيان قانوني خاص ومستقل، هذا مستقل عن الدولة. مفهوم؟ فهو اتفاق يلتزم بموجبه أحد الأشخاص، اتفاق واحد منهم، احد الاشخاص في البلاد هذه يلتزم باش يدير خدمه لصالح شخص اخر. هذا الشخص اخر واش نسميوه صاحب العمل، يعني. وهذا صاحب العمل هو يراقب، وهو يكون تحت الاداره تاعو لمده محدده او غير محدده على حسب العقد. هذا يكون لمده محدده او غير محدده مقابل اجر محدد مسبقا، يعني بالطبع، يعني الاجر يكون ما فيهاش هذا من بعد نقول لك، لازم يكون في العقد. هو يسموه عقد عمل بالطبع، سوف لازم يكون عقد مخصص، يعني يكون الأجر هو الشيء المهم قاع في العقد العمل. الآن سوف ننتقل إلى عناصر عقد العمل. عناصر عقد العمل. عقد العمل مما يتكون، يعني العقد هذا وش فيه لي باز ديالو، يعني لا باز على من يقوم عقد العمل، لا باز ديالو، فهو يتكون من 4 عناصر. شفت جست ما دير عقد عمل كاين 4 عناصر يخرجوا لك.
هو العمل. أول شيء هو العمل. ثانيا يعني العمل هو المجهود الذي تقدمه من أجل يعني باين. ثانيا هو المدة، يعني المدة التي سوف تعملها يا عامل في تلك الشركة أو في تلك الدولة يعني. ثانيا. ثالثا هو الأجر، يعني متعلق، نقول الأجر متعلق بالكرامة من الآخر صافي ما فيهاش ما يخلصوش. ورابعا التبعية، وكما قلنا من قبل أنه قام على التبعية القانونية والاقتصادية. والآن هذه العناصر هي اللي ميزت هذا هكذا عقود، يعني ما كاش عقود أخرين، ما كان غير عقد العمل اللي فيه هذو الربعة، يعني ميزوه على جميع العقود الأخرى. أولا فعنصر العمل يعني بالطبع سوف كي نقولوا عنصر العمل أو كي نقولوا كلمة العمل فهو محل التزام العامل، يعني العامل لازم يخدم، هذه محل التزام العامل. وصاحب التزام صاحب العمل، يعني أولا هو محل التزام يعني العامل، وثانيا هو سبب التزام صاحب العمل. وش معناتها سبب التزام صاحب العمل؟ يعني صاحب العمل لازم يخلصوا، مفهوم؟ يعني وشنوه العمل؟ يعني العمل هذا هو مجهود يلتزم العامل بتحقيقه لصالح صاحب العمل، باينه لازم له يدير له مجهود في الشركه، ماشي يقعد قاعد في الشركه ويحوس يخلص، لا. فهو يتميز عقد العمل عن غيره من العقود. الوكاله ما فيهاش هكذا، والمقاوله ما فيهاش هكذا، هذا فيه ربعه. فهنالك ثلاثة أشياء يعني يجب أن تتوفر في عنصر العمل. أولا وجود أداء شخصي للعمل المتفق عليه، وجود أداء شخصي للعمل. كي نقول لك أخدم لي هذيك الحاجة، ماشي سيني لي الورق هذو، ماشي تروح تعطيهم لواحد آخر يسينيهم، لازم أنت تسينيهم. ثانيا تنفيذ العمل وفق توجيهات صاحب العمل، لازم يخضع لها العامل هذو التوجيهات، لازم يكون مقيد بها، يعني ما يخالفهاش، لازم ينفذ هذوك التوجيهات تاع صاحب العمل. وثالثا التزام صاحب العمل بتوفير ادوات العمل، بيان سور ناخذ لك الراي ونخدم لك انايا وما نخيرش واحد اخر غيري، بصح انت ثاني كاك على بالك تتهلا فيا، تعطيني الظروف المناسبه، اذا كانت سخانه تجيب لي كليماتيزور، اذا كان البرد تجيب لي يعني مدفأة، اذا كان ما كاش الماء تجيب لي الماء، اذا ما كاش باش نخدم تجيب لي باش نخدم، يعني هذه الظروف المناسبه. والان ننتقل الى عنصر ثاني وهو الاجر. كي نقولوا الاجر بين قوسين متعلق بكرامه الانسان، يعني ما كاش كيفاش تخدم باطل، فهو محل التزام صاحب العمل. كي نقولوا محل التزام صاحب العمل وش معناتها؟ صافي العمل لو يخدم صافي انت تخلصوا، محل التزام صاحب العمل صافي تمدلو دراهم، مفهوم؟ ويقابله أجر وهو حق للعامل، هذا حق للعامل. كي نعرفوه الأجر هذا وش نقولوا كي نعرفوه؟ يعني كي نحبوا نعرفوه يعني بطريقة نورمال، وش نقولوا؟ هو المقابل الذي يتحصل عليه، شوفوا يعني نورمال، هو المقابل الذي يتحصل عليه العامل جراء قيامه بعمل لصاحب العمل، شو تو سامبلومون، مقابل يتلقاه العامل كيدير مجهود لصاحب العمل، تو سامبلومون. يعني كي نحبوا نعرفه قانونيا هو المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل العمل الذي قدمه لصاحب العمل. سبحان الله، يعني هنالك ما شاء الله تعريف دقيق جدا، عليكم الأخذ به. الآن سوف ننتقل إلى معايير تحديد الأجر. يعني هنالك ديت الاجر ديالك، بصح كاين معايير كيفاش نمد لك الاجر هذاك، مفهوم؟ هنالك معايير تحدد لي الاجر هذاك. كابابل انت تدخل جديد تخلص 50 مليون، تخلص مليون هو السميك ديالك مليون، صافي هنالك معايير تقدر هذا المليون تطلعه وتقدر تهبطه، مفهوم؟ يعني تهبطه ما تقدرش، تقدر تطلعه، تقدر تخليه كيما راه. فهذه المعايير هي ثلاثة معايير أساسية. فهو يتحدد الأجر على حسب المدة، ويتحدد على حسب المردودية، ويتحدد على حسب المعيار المزدوج، عفوا. أولا المدة، وش نقصدو بالمدة؟ فهي مدة زمنية معتمدة لتحديد الأجر، وقد تقدر تكون قصيرة وتقدر تكون متوسطة وتقدر تكون نسبية كيما، ولا طويلة نسبيا كيما شهر تقدر تكون قصيرة زعما أسبوع، تقدر تكون متوسطة كيما زوج أسابيع،
ولا طويلة نسبيا كيما الشهر. هذه هي المدة على حساب ما تخدم، وحنا رانا نخدمو بالشهر. تخدم كاين يخدم اسبوع يخلصوه، كاين يخدم شهر يخلصوه، يعني دوكا ولا شهر، يعني شهار كما يقولوا. فهم؟ يعني تخدم شهر ونخلصك، هذا هو المعيار تحديد الأجر. ثانيا المردودية، نقدر نخلصك بالمردودية، ما نخلصكش بالمدة، نخلصك بالمردودية. اش معناتها المردودية؟ دوك نعطيها لك تو سامبلومون. نتايا تخدم شوية نعطيك حقك، نعطيك وشحال خدمت. لكن المردودية قد ما تزيد الإنتاج، يعني سرعة الإنتاج، وتخدم ساعات إضافية يعني في المردودية، يعني تخدم كباب نتايا عندك 8 سوايع في النهار، تخدم 8 سوايع في النهار، زعما تنتج، لازم تنتج 1000 مكيف، لكن في هذاك النهار تنتج 2000 مكيف، يعني هاي زادت المردودية. في هذه الحالة يعني فهو يحقق مصلحة مع صاحب العمل، يعني صاحب العمل بيسر المصلحة ديالو كي تنتج له 2000 مكيف في مدة قصيرة، يعني مدة قصيرة صاحب العمل. يعني في هذا وهذا المردودية ما تناسبش مع العامل، لأنه أمر مرهق له، يعيا مسكين ينتج لك 2000 مكيف في 4 سوايع بزاف. مفهوم؟ يعني كاين شوية ضغط عليه، لأنه أمر مرهق له في أن يحافظ على وتيرة معينة للمردود، صافي مردودية، سورتو إذا زعما شاك جور يقول له لازم تخرج لي 1000 فهذا يربط بين الأجر ومستوى وكمية النتائج. يعني إذا انتجت لي بزاف نعطيك بزاف أجر، يعني نزيد لك نرقيك، وإذا انتجت لي العدد المطلوب تقعد هكذاك. مفهوم؟ يعني ينتج هذا المعيار نتيجة عدم استقرار الأجر في الكم، يعني يزيد ويطلع. مفهوم؟ يعني مردودية. الآن سوف نذهب إلى المعيار المزدوج. المعيار المزدوج هو معيار الأكثر استعمالا حديثا، من بتزاو يخدموا به. معيار مزدوج يخدمك شهر والمردودية صافي، إذا خدمت بزاف نزيد لك، خدمت شوية ما نزيد لكش. مفهوم؟ فهو يحدد الأجر الثابت بمختلف عناصره، بمختلف العناصر تاعو وفق معيار المدة. الأجر الثابت عندك شهر تخدم تخلص مليون، بينما تحدد المكافآت على أساس معيار المردودية. وش معناتها مكافأة؟ إذا أنت زدت خدمت، يعني زدت يعني اجتهدت يعني في الخدمة ديالك، راني رايح نخلصك أكثر، نعطيك على حسب المردودية تاعك والاجتهاد ديالك نخلصك شهر، سواء كان في علاقة عمل فردية أو جماعية. انتهينا الآن من عناصر، من العنصر معيار يعني تحديد الأجر، يعني معايير تحديد الأجر. سوف نذهب الآن إلى أدوات تحديد الأجر. الآن معايير تحديده من حيث الأجر، يعني نزيد لك ولا نقص لك. الآن سوف نذهب إلى أدوات تحديد الأجر، كيفاش نقدر نحدد لك الأجر تاني، يعني الأدوات. نقدر ب 3 أدوات. الأداة الأولى هي تحديده بعقد، هذه باينة وواضحة. نقدر نحدد عقد العمل بعقد، لأن العقد العمل هو الوسيلة المثيلة لتحديده، ووفق العديد من الشروط باتفاق الطرفين على تحديد الأجر الأساسي وملحقاته التابعة. نقدر في عقد نكتب لك تخدم شهر تخلص مليون، هذه هي نحدده بعقد. ثانيا تحديده باتفاقية جماعية، هنا قلنا هو حاجة خاصة مستقلة. الاتفاقية الجماعية نقدروا باتفاقية جماعية نتفقوا باللي كل ما نخدموا شهر نخلصوا مليون، نخلصوا جملاين، يعني هذه نزيدوا شوية يعني نطلعوا نخلصوا 40 مليون صافي. كل ما باتفاقية جماعية كل ما يعني كل ما نخدموا شهر نخلصوا 40 مليون. مليح 40 مليون صافا بالأماني. الآن تتمتع هذه الاتفاقيات بصلاحيات واسعة في تحديده، لا سيما تحديد حدوده الدنيا في القطاعات والمؤسسات المعنية. ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات تكون متطابقة مع القانون بيان سور. لازم دير اتفاقية جماعية تكون مطابقة مع القانون، ما تكونش غير مشروعة. وهذه تعالج هذه الاتفاقيات الجماعية العناصر ثابتة يعني تاع عقد العمل، عنصر ثابت في عقد العمل يعني السميك، والمتغيرة للأجر والمرتبطة بالمردودية، مثال عناصر ثابتة مثل المدة، وهنالك عناصر متغيرة للأجر مثل المردودية. يعني تزيد يعني تخدم المدة 8 سوايع، بصح في 8 سوايع تزيد المردودية تاعك وتخرج لنا يا ودي 2000 كليماتيزور. مفهوم؟ يعني وهذا وفق المادة 120. هذه المادة 120 من قانون علاقات العمل قالت خصت 5 فقرات تتعلق كلها ال5 فقرات بالأجور والتعويضات والمكافآت. يعني يا ودي تخدم تخلص تكش ما يصرالك نعوضوك، وإذا خدمت مليح وجبت عندك مردودية في العمل ديالك رانا نعطولك مكافأة وتروح تحوس الهواي.
مفهوم. يعني في هذه الحالة هذه المادة 120 هذه من قانون علاقات العمل، يعني حددت 5 فقرات هدرت على الأجر وكيفاش نعوضك وكيفاش نكافئك. مفهوم. والآن بعدما حددنا علاقة اتفاقيات العمل يعني الجماعية، يعني اتفاقيات تحديده باتفاقية جماعية، راح نقدروا نحددوا علاقة العمل بنصوص تنظيمية. نصوص تنظيمية خي قلنا باللي تاع الوزير أو تاع الرئيس. فهي هذه النصوص معتمدة من طرف الدول التي تعتمد التنظيم الإداري للأجور أو العلاقات العمل. يعني ما يحددهاش هذه الأجور، ما يحددهاش العقد وما يحددهاش اتفاقيات جماعية، بل الإدارة يعني السلطة المركزية فوق قاعدتك هي اللي تحدد لك الأجر ديالك. يعني كيفاش تحدده لك؟ تحط لك قوانين خاصة بالعمل، يعني بواسطة السلطة المركزية أو الحكومة، يعني إذا الرئيس ولا الحكومة هما يحطوا لك هذو القوانين وتخلص بهم، يعني هما اللي يحددوا لك الأجر ديالك. وهذه القوانين يعني تشوف توبليجي جميع واحد يخدم وصحاب اللي يعني وصحابه يعني اللي يخدموا معاه والنقابات ديالهم، يعني ثاني النقابات اللي يخدموا في النقابات يخلصوا السير وفق نظام مركزي للأجور. يا ودي تخدم شهر تاخد دي مليون، تخدم شهرين تدي زوج، هذه هي. فهم. فيكون حسب تصنيف الجدول، يعني هنالك تصنيف يحطوه السلطة المركزية، عندهم جدول في النصوص التنظيمية، يعني كي تخدم عند الدولة هاني قلت لكم صاحيتو بعقد كي تخدم مع القطاع خاص باش نسيباريوها. الاتفاقيات الجماعية قطاع خاص زعما بيناتكم تتفاهموا ديروا تحدوا الأجر صح، تحددوه بنصوص تنظيمية. هناك راح تخدم عند الدولة هي دارت لك القانون هذاك وتخدم وتمشي به. هذه هي الرئيس والحكومة والسلطة التشريعية قاع داروا هذا القوانين باش نتوما تسيروا عليهم، وهذا ما كان مفهوم. فهذه القوانين يعني داروها على حساب جدول، يعني المنصب ديالك منصب يعني إذا واش تخدم مثال عامل نظافة، مثال اكزومبلار يعني هو يسموه يعني مهندس نظافة، هذا منصب يعني منصب عامل نظافة. ثانيا نقطة استدلالية، يعني النقطة الاستدلالية ديالك شحال النقطة الاستدلالية تاعك. وثالث شيء هو الأجر، هو الأجر شحال تخلص يعني في هذه العمل. يعني مثال هما عندهم جدول كبير عندهم ثم في الفوقة في الحكومة حاطين جدول زعما منصب تاع هذا يسموه موظف في قطاع التربية، موظف قطاع العدل، موظف في سلك العسكري. يعني كل واحد دايرين له نقطة استدلالية ديالو، يعني الرقم هذاك ودايرين له الأجر شحال يخلص، يعني جميع واحد يدير منصب هذاك حيخلص هذاك الأجر، يعني حدوه بنص تنظيمي. مفهوم. والآن انتهينا من يعني وش يسموهم الأدوات تنظيم الأدوات يعني تنظيم عقد العمل، أدوات تحديد الأجر يعني في هذه الحالة. الآن سوف نذهب إلى عناصر الأجر المتغيرة. قلنا باللي الأجر صيبو حددناه يعني مع الأول يعني حددناه بمعايير، وثانيا حددناه بأدوات، ثالثا رانا رايحين نشوفوا الأجر هذا فيه عناصر متغيرة ماشي قاع يخلصوا كيف. يعني من خلال هذا العناصر كاين عن الأجر الثابت، كاين أجر ثابت. الأجر الثابت هذا فيه 3 عناصر. كي نقولوا عناصر الأجر المتغيرة هنالك 3 عناصر، هنالك كما يقولوا باباهم هو الأجر الثابت. هنالك أجر ثابت يسموه السميك، هذا هو السميك الأجر الثابت، تبدأ ب 118 يعني مليون و800 ولا مليون و700 هو الأجر الثابت. فهو يتشكل من 3 عناصر. أولا الأجر الأدنى المضمون، يعني الأجر الثابت في عناصر الأجر المتغيرة. هنالك عناصر أجر متغيرة، يعني عندنا أول شيء أجر ثابت. أجر ثابت يتشكل من 3 عناصر. العنصر الأول يسمى بالأجر الأدنى المضمون، يسمى السميك، هو الحد الأدنى للأجر المطبق على كافة العمال. جميع العاملين اللي يدخلوا جدد في قطاع التربية قاع يخلصوا 18%، هو الأجر الثابت. يعني شكون يحدوا هذا؟ يحدوا الحكومة بنصوص تنظيمية. أنا قلنا تحديد الأجر بنصوص تنظيمية راهي مكتوبة عندهم قطاع التربية قاع يخلصوا 18%. مفهوم. هو حد الأجر الأدنى المضمون. ثانيا الأجر الأساسي. ماذا نقصد بالأجر الأساسي؟ فهما أجور يعني متغيرة، عناصر أجر متغيرة. ثانيا أجر أساسي يحدد هذا العنصر وفق تصنيف مناصب العمل ضمن جدول خاص، يعني يحدد هذا الأجر
ضمن جدول خاص بالأجور. يعني جميع منصب يعطوا له نقطة استدلالية، وهذه النقطة الاستدلالية تتلخص وفق درجة التأهيل والجهد المبذول في العمل بمختلف ضغوطاته. يعني عندك أجر أساسي تديه إذا كان 2 ملايين ولا 3 ملايين ولا 4 ملايين. يعني هذا الأجر ديالك حاطينه في جدول، يعني الجدول هذا جميع المنصب ديالك يعني حطوا له نقطة استدلالية وتتلخص وفق درجة التأهيل. يعني النقطة الاستدلالية ديالك هذه إذا عندك 4 نزيدوا لك 5 نعطوك 6، كل خطرة شحال تطلع هذه النقطة الاستدلالية. فإذا كنت مؤهل وباذل جد يعني جهد كبير، يعني بمختلف الضغوطات، إذا كانت سخانة بزاف إذا كان شتا بزاف، يعني راهم رايحين يعطولك أجر يعني يتوافق مع المنصب ديالك والجهد ديالك، يسموه بالأجر الأساسي. ثالثا هو التعويضات المرتبطة بمنصب العمل. يعني ثالثا العناصر متغيرة للأجر. في الأجر الثابت عندنا عنصر يسمى بالتعويضات المرتبطة بمنصب العمل. في هذه الحالة أجر الثابت كما قلنا، الأجر الثابت اللي قلنا عليه قبيله هو باباهم، ما عندوش غير الأجر الأساسي ما عندوش غير الأجر الأساسي ولا الأجر الأدنى المضمون، ما عندوش غير الأجر الأساسي ولا اليسميك، ما عندوش الزوج هادو، بل كثيرا ما تلحق به مجموعة من العناصر. من ذاك الأجر هذا يلحقوه بزاف من العناصر يسموها بالتعويضات. ما يديش غير الأجر الأساسي هذا البنادم، ما يديش غير مليون، كاباب تلحق هذا المليون تعويضات التي تفرضها طبيعة العمل والظروف المحيطة به. كاباب كنت تخدم زعما بخدمة تاع مليون، إبا كنت تخدم كيما يقولوا درت يعني فودو طرافاي، يعني قطعت يدك ولا صبعك ولا منا رايحين يعوضوا لك على هذاك يعني الخطأ المهني ولا كما يقولوا الحادث المهني، يعني الاكسيدون دو طرافاي، يعني بسبب قطعوا لك يدك يعطوا لك التعويض ديالك. وهنا تطلع لك النسبة، تولي لك 2 ملايين ولا 3 تولي تخلصها ديما هكذا تعويض على الأجر الأساسي. يعني عندك أجر أساسي مليون، بالتعويض تولي مليونون و 2 ملايين يعني على الأكسينو هذيك. الآن سوف ننتقل إلى الحماية القانونية للأجر. هذا الأجر الذي تديه أنت كما قلنا متعلق بالكرامة ديالك، هنالك حماية قانونية يحميها القانون. الأجر هذا يحميه ب3 مبادئ، تبعوا مليح. كيقولوا لكم السؤال فيما تتمثل الحماية القانونية للأجر؟ أول شيء واش تقولوا مبدأ امتياز الأجور عن باقي الديون. وش معناتها مبدأ امتياز الأجور عن باقي الديون؟ صافي الأجر يمتاز عن الديون، يعني الدين ديالك زعما بين وصاحبك زعما الدائن والمدين، يعني واحد سلف لك مليار، ما يعني لازم رب العمل زعما رب العمل يسالوا له مليار وعنده خدامين باش يخلصهم، يقول لك لازم. علاش حماية القانونية للأجر؟ يقول لك لازم القانون تخلص العمال ديالك باش تروح تلتها بالدين ديالك. صافي أسبقية امتيازية الأجور عن باقي الديون. لذلك الأجور لديها الأسبقية عن الديون مهما كانت طبيعتها المترتبة على صاحب العمل، وهو أسبق على الديون العامة. الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي ما يهمنيش، أنا عندك ليزامبو وعندك ما عندي ما يهمنيش، تخلصني أنا خدمت تخلصني صافي، تكافئني بيان سور وتعطيني الحوافز دراهم، يعني تشجعني. هذوك العفايس التوعية هذوك لازم تمدهم لي، ما يهمنيش أنا عندك ضرائب ليزامبو ولا عندك ما نعرف واش. إيسونسيال أسبقية الأجر عن الدين، هذا واش نقدر نفهم أنا. يعني تحبوا تعطوها بصفة قانونية تقولوا للأجور أسبقية عن باقي الحقوق المالية الأخرى من الآخر ولها الامتياز. ثانيا مبدأ عدم الحجز على الكتلة الأجرية. وش معناتها مبدأ عدم الحجز على الكتلة الأجرية؟ وش معناتها الحجز؟ ما نقدروش نحجزوا على الدراهم هادو. الكتلة الأجرية وشنو الأجر؟ أجر هي الكتلة الأجرية. فالأجر أو الكتلة الأجرية هي اعتمادات مخصصة للعمال من أجور وتعويضات، يعني هما جميع دراهم يجون للعامل، يعني بمجرد المصادقة عليها تصبح حقا مكتسبا له. كما يقولوا رابال، مثال دراهم بزاف يجوك كل 3 أشهر ولا كل 6 أشهر، هما الكتلة الأجرية.
فلا يجوز الحجز عليها. واش معناتها؟ صافي ماشي زعما كيما تجي تشديتها يدوها لك الدولة، لا لا، ما يقدروش يحجزوا عليها، ولا بغا يجوز عليها 1000 نزنة تقعد ديالك. فلا يمكن المساس بها بالتعديل أو التحويل أو الإلغاء أو التقليص، ما يقدروش يحجزوا عليها من قبل الدائني صاحب العمل. صاحب العمل مثال، صاحب العمل دائني، صاحب العمل، صاحب العمل عنده ديون، يعني عنده ديون مع هذاك السيد يعني. والعمال راهم يسالوا له يعني العمال راهم يسالوا له دراهم باش يعطي لهم يخلصهم على الخدمه ديالهم. بصح هذاك الشخص هذاك يعني اللي كان يسال رب العمل دراهم، يحجز له زعما على دراهم، يروح يرفع عليه قضيه يقول له بلي باش يحجز له الدوله على الاموال هذوك ديالو، وهو مازال ما خلصش اللي يخدموا عنده. ما يقدروش يحجزوا على الكتله الاجريه. علاش؟ ما يقدروش يعدلوها، ما يقدروش يلغيوها يقلصوها. علاش؟ لانها مضمونه للعمال، لازم يخلص العمال قبل، ومن بعد اذا قعد ازيرو يشوفوا كيفاش حل واحد اخر. فهم؟ فيجعلها جزءا خارج عن حدود التصرف، ما يقدروش يتصرفوا فيها. ثالثا مبدأ بطلان التنازل عن الأجر. فالأجر ما تخدم نتايا وتكمل شهرك، وزعما العامل يجي يخلصك تقول له ولا لا اسمح لي اني حشمان ما نقدرش نخلص عليك، يبا دراهم هادو ما نديهمش. امبوسيبل، ما تقدرش تنازل الاجر ديالك، لازم تديه، فهو متعلق بالكرامه ديالك. لان القانون كي قال نظم القانون عفوا كي نظم الاجر هذا ودلوا هذو القواعد كاع ماشي في باطل، لانه يحرص على يعني بقاء كرامتك. فلا يجوز للعامل أن يتنازل عن كامل الأجر ديالو أو جزء منه برضائه أو دون رضا منه. هذا القانون المادة 36 من قانون عقود العمل، من قانون العقود العمل، وش قال؟ قال يكون باطلا كل بند في العمل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يكون باطلا كل بند في العمل أو بند في العمل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كي يجي وقت الدراهم باش تديهم ما كاش كيفاش ما تديهمش، ما كاش، لازم تديهم. الآن انتهينا من مبدأ بطلان التنازل عن الأجر. سوف ننتقل الآن إلى شروط صحة عقد العمل. فشروط صحة عقد العمل هي معروفة ومتداولة ومدروسة في القانون المدني. فشروط العقد يعني هي باينة وواضحة ونعرفوها قاعدين. مارغري قانون العمل قلنا مستقل ومتميز، بصح مازالوا يخضع القانون المدني خاصة في التعاقد. عندنا الأهلية، الرضا نفس الشروط. أولا الأهلية في عقد العمل. الأهلية في عقد العمل هو أول شرط، لازم يكون الإنسان بالغ. لازم نميزوا بين أهلية رب العمل والعامل، باسكو ماشي كيف رب العمل اللي عنده شركة هو اللي رب العمل اللي راح يفتح شركة، ماشي كيما واحد راح يخدم عامل، ماشي كيف الأمر، سواء كان شخص طبيعي ولا معنوي. فيعرفها الأهلية هذه الفقه وش يقولها؟ باللي هي صلاحية الشخص بأن تكون له العلاقة والصلاحية لاستعمالها، وتنقسم الأهلية إلى إيجاب وأداء، إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. فأهلية العامل شحال؟ أهلية العامل يعني العامل هذا اللي يجي يخدم 16 سنة تقدر تخدم، 16 سنة يعني تقدر تخدم. بس هذه التشريعات المعمول بها في أغلب يعني البلدان، حددتها الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية يعني، وقالت باللي تقدر مام 15 سنة، قالت ماشي 16 سنة، تقدر مام 15 سنة تخدم، وإمكانية تخفيضها إلى 14 سنة. يا ودي تقدر تخدم في عمرك 16 ولا 15 ولا 14 سنة، هذه عندها علاقة بتوظيف يعني الأطفال. فهم؟ تقدر توظفوه يعني في عمر 14 15 16، وإمكانية تخفيضها 14 سنة، راح قديها مينور مليح. ولا يجوز توظيف القاصر إلا بوليه، بيانسور إذا هو قاصر يعني 15 سنة 14 سنة توظفوه لازم واليه، يعني لازم يكون عنده باباه يصرح باش توظفوه. الآن أهلية صاحب العمل. أهلية صاحب العمل شحال هي؟ تتضمن أهلية الكاملة بيانسور اللي نعرفوها، بس كل عامل حيقوم بعمل مدني بيانسور في التجارة ولا المال ولا هي 19 سنة.
جميع العمل اللي راح يديروا في التجارة ولا في المالية، يعني أعمال مدنية 19 نسنة في القانون المدني الجزائري، حددها قانون المدني الجزائري 19 نسنة. رب العمل يقدر 16 15 14 تخدم العامل 14 15 16 15 14 تقدر تخدم نورمال. الآن الشرط الثاني هو الرضا في عقد العمل. الآن الرضا في عقد العمل، يجب أن يكون تعبير عن الرضا في عقد العمل خاضع لقانون المدني ثاني لازم. فالتعبير عن الإرادة يقدر يكون صريح، يقدر يكتب له، يلفظ له، يهدر له، ولا إشارة يقول له إيه، ولا يكون ضمني سكوت الملاب يسكت، أو الشروع في العمل بدون تردد. لما يقولوا لا تخدم لا تخدم في البيرو، بلا ما يقول إيه ولا لا، يروح ينوض يروح يريح في البيرو ديريكت يبدا يخدم. ولا يقول له لا تحفر هذه، ينوض ديريكت يبدا يحفر ويخدم صافي. هنا في هذه الحالة راهو تعبر عن الرضا، فهو شرط أساسي. والآن سوف نذهب إلى شرط ثالث، هو المحل والسبب. يجب أن يكون هنالك محل وهنالك سبب. فالمحل هو الشيء الذي يلتزم به المدين، شيء يلتزم به المدين. مثال العمل، أنا ألتزم بالعمل. فون هو المدين. يعني الأجر المدين، المحل الذي يلتزم به المدين، الأجر، والعامل يلتزم بالعمل. ثانيا السبب هو الغرض المباشر المقصود وراء الالتزام. وشنو الغرض ديالك؟ الغرض تعرف بالعمل تحقيق المنفعة، والغرض تاع العامل هو المال بيان سور، لازم يخلص. ثالثا لازم نفرقوا بين المحل والسبب. الأول يعني المحل هو إجابة عن السؤال بماذا يلتزم المدين، بماذا يلتزم المدين؟ بالعمل. ثانيا السبب طرح السؤال، يعني نطرح السؤال نقول لماذا يلتزم، لماذا يلتزم؟ باش يدي دراهم، السبب باش نخدم باش يدي دراهم، الثمن. لذلك المحل كان يعني مسألة مميزة لهذا العقد. علاش؟ لأن محل التزام العامل هو نفسه سبب التزام صاحب العمل نفسه. الآخر الأجر والآخر واحد الأجر والآخر يحب يدي الفايدة. ويجب أن يكون المحل ممكنا ومعينا وقابل للتعيين ومشروع. هذا هو المحل. وشنو المحل؟ هو العمل. مفهوم؟ أما الأجر فمحل التزام صاحب العمل. الأجر بيان سور فمحل التزام صاحب العمل. وشنو الأجر؟ يعطي له الأجر يعني يخلصه. والعامل محل الالتزام ديالو هو العمل. ويكون خاضعا ومحددا وفق معايير، لازم يكون هذا الأجر محدد وفق معايير محددة كما قلنا من قبل. الآن سوف ننتقل إلى مراحل انعقاد علاقات العمل. الآن سوف ننتقل إلى مراحل انعقاد علاقات العمل. في مراحل انعقاد علاقات العمل تتفق أغلب التشريعات على أن تكون مراحله يعني تجريبية. أولا نأخذه إلى التجربة. وثانيا يعني مرحلة تعاقد النهائي، يعني نرسموك يا وليدي نجحت في التجربة دوكا نرسموك. أولا المرحلة التجريبية. هذه المرحلة التجريبية نحكي لكم حكاية سيو أخذوها بعين الاعتبار. هذه الحكاية كيفاش تبدأ أن ذلك العامل الجديد، يعني هذاك الخدام الجديد هذاك نحطوه تحت الملاحظة المعاينة، نحطوه في خدمة محددة ونشوفوه في فترة تدريبية، يعني ندربوه على عمل محدد، يعني باش نتأكدوا إذا كان هذاك الإنسان يخدم مليح ولا ما يخدمش مليح، يعني على الكفاءة ديالو. وفي نفس الوقت يعني نشوفوا العامل اسكو يثبت المهارة تاعو والخبرة تاعو ليكملها فنيين رقاد، باش نشوفوه اسكو يتقن العمل. يعني المادة 18 قانون عمل قالت هكذا: يخضع العامل الجديد لمدة تجريبية لا تتعدى 6 أشهر، ويمكنها أن ترفع إلى 12 شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي. يعني العامل إذا خدم خدمة يعني كبيرة يعطوله 6 شهور باش يثبت المكانة ديالو، وإذا يعني ما كتبتهاش يقدروا يزيدوا له يرجعوها 12 شهر، باسكو المنصب هذا هي عنده تأهيل عالي، يعني باسكو مستنيفو كبير فنزيدوا له معليش. فهم؟ فعقد العمل في هذه المرحلة لا يكون نهائي، ما كانش ماشي نهائي عقد العمل هذا، مازال ما تبرمش كاع،
بل مرتبط بنتائج إنهاء هذه المرحلة. إذا كانت سلبية ما نوظفوكش يا وليدي، نقدروا نمدولك، نقدروا نزيدوا نمدولك شوية باش تنجح. بصح إذا كانت إيجابية راهو رايح ديريكت يذهب إلى المرحلة الثانية، هي مرحلة التثبيت والترسيم باش يولي عامل. وزيد نقول لكم عفسة شابة، يعني إذا كان كان إيجابيا ثبتوه في المنصب، إذا كانت سلبية نقدروا نمدوله كما قلنا. وبصح في هذه المرحلة السلبية إذا مددنا له وزاد ما نجحش، يعني زاد ما نجحش، راح نفسخوا له العقد، وما نعطولوش تعويضه، ما نعطولوش تعويض، نفسخوا له العقد وما نعطولوش تعويض. بصح في المرحلة هذه يعني في مرحلة تدريبية، هذه التجريبية، عنده نفس الحقوق والواجبات اللي يديها العامل المماثل له، يعني نفس الحقوق والواجبات في المرحلة التدريبية. يخدموا في المرحلة التدريبية كاع عندهم نفس الحقوق والواجبات. ويأخذ على هذه المرحلة الأقدمية، يعني إذا ترسمت خدمت هذا الشهر ولا عام يعني وترسمت رايح العام هذاك يدخل لك في التقاعد. مفهوم؟ المادة 19 قانون علاقة العمل قالت هكذا. مفهوم؟ الآن نجح العامل هذاك وراح لمرحلة التثبيت أو الترسيم. سيبو رانا رايحين نرسموه كعامل أساسي. بعد تحقيق النتيجة الإيجابية نرسم العامل في المنصب ديالو على أساس الكفاءة والمؤهلات الإنسان يخدم. الآن باش العقد هذا يتحول لعقد نهائي يصبح العامل متمتعا بكافة الحقوق، يقدر ينتدب ويقدر يستودع. وش معنى الانتداب؟ يقدر يدي فترة محددة، يعني يتوقف على العمل، بالك مرأة أونسانت، بالك أحد زيد، وإذا استيداع يقدر يروح لرحلة صيفية ولا يروح يحوس بيان سور. مفهوم؟ يعني التوقف عن العمل الانتداب. بس الاستيداع راهو يروح يحوس بس مش من الإرادة تاعو، يبعثوا رب العمل ديالو ويقول له، او صاحب العمل يبعثوا يقول له رحت ميسيون، كما يقولوا ميسيون فري ميسيون، يعني مجانيه، رحله مدفوعه، يعني باش يقوم بمهمه، يعني ماشي راح يحوز ولا فتنقصر برك. واخيرا يصبح العقد هنايا محصن، يعني من اي تعديل انفرادي وحل ما يقدر يعدلوا. يعني الاحكام 63 قانون علاقات العمل قالت هكذا، في الماده 63 قانون علاقات العمل قالت هكذا. الآن راح نذهب إلى كيف يمكننا أن نثبت علاقة العمل. كيف يمكننا أن نثبت علاقة العمل؟ علاقة العمل نقدر نثبتها بكافة الوسائل المتاحة، باللي أنا نخدم عند هذاك السيد. أي الوسيلة، عقد، اتفاقية جماعية، نصوص تنظيمية، كما حبيت تثبتها. إثباتها يختلف عن المدني والتجاري، ماشي كيف يقدر تثبتها بكافة الوسائل. نقدر نثبتها بالكتاب، نثبتها بالكتابة إذا كان العقد مكتوب، وإذا كان شفهي، يعني العقد شفهي كاتفاقية جماعية بكل الوسائل تطبيقا للقانون. نقدر نثبتها بكل الوسائل تطبيقا للقانون. وانتهينا من الشروط صحة عقد العمل، وسوف نذهب إلى آخر نقطة، وهي سريان علاقة العمل وحل النزاعات. كي نقولوا سريان علاقة العمل وش معناتها؟ الإنسان تنصب سيبون، دوكا راح نشوفوا كيفاش يخدم، كيفاش راح يخدم في الخدمة ديالو، كيفاش تمر العلاقة تاعو مع صاحب العمل. كيفاش؟ إذا كان إنسان مجتهد، إذا كان إنسان ما درنا والو، يخدم ويحبس فيش ما مالاضي، دونك هذا ما درنا والو. فهم؟ الآن عندنا زوج وضعيات. كي نقولوا سريان علاقة العمل نتفكروا في راسنا زوج وضعيات يا طالب. أول وضعية هي العمل الفعلي، وضعية العمل الفعلي. إنسان يخدم أج24، ما يريحش، وشينوي هذا ما يريحش كاع. وش معناتها؟ هذه هي وضعية طبيعية لأي علاقة عمل، صافي تخدم من 8 ل 8 تروح للدار كيف غدوة من ذاك من 8 ل 8. هي الوضعية الطبيعية لأي علاقة عمل، فهي قيام العامل بصفة دائمة وفعلية، ويخدم خدمته المطلوبة منه، وبمقابل من الحقوق المرتبطة، يعني يخدم كلش. يعني ويدي بالمقابل حق الترقية، الامتيازات المالية، ويدي يعني المرتبطة بالأداء الفعلي، يدي الحقوق ديالو كاع يديك. مثال مكافآت المردودية، مكافآت الإنتاج الفردية والجماعية، يدي الحق في العطل الثانوية، من داك شهر يروح يحوز الهواي نبعتوه، علاش من حقه.
عيا مسكين عام كومبلي هو يخدم. الور هنا قلنا وضعيه طبيعيه. الان نروح للوضعيه الغير طبيعيه، حاجه انورمال ماشي كاع نورمال. هذه الحاله يسموها التوقف المؤقت عن العمل. يخدم اوب ريح شهر، يخدم اوب ريح سمانه. هنا يسموها وضعيه غير طبيعيه، يسموها وضعيه التوقف المؤقت عن العمل. في هذه الوضعية يعني يستطيع العامل هذا يطلب حق طالب الاستيداع. يقول طالب عندهم ورقة هكذا يعمرها طالب استيداع. وش معنى طالب استيداع؟ طالب توقف عن العمل. توقف عن العمل بيان سور مالاضي ماشي توقف هكذا قبل صحيح. ثانيا عنده الحق في الانتداب. وش معنى الانتداب؟ هو العمل الخارجي والداخلي، يعني يقدر يخدم في البلاد ولا يخدم من الخارج، يعني تبعث المؤسسة المحيلة يعني يخدم عندها بدون اجر. زعما يبعثوه شهر ستاج ولا يبعثوه للخارج يروح يدرك شي مهمه ولا، يعني هذه في هذه الحاله ما يخلصوش على الشهر هذاك. مفهوم يعني؟ لا بصح يستفيد من الاقدميه والترقيه. الشهر هذاك يديه في لا روتيرات ديالو ويرقيوه عليه صافي. كي يروح يبعثوه للخارج شهر يعاود يولي راهو رايح يترقى يعني وراح يدرب. مفهوم؟ في هذه الحالة نورمال انتداب صافي. طالب انتداب صافي. نروح نكتسب مهارة في الخارج ولا في الداخل ونعاود نولي. وكي نولي ما قلتليش خلصني مي عندي الحق باش ترقيني وتحسبها لي في الأقدمية. والآن عنده الحق في فترة التكوين أو التربص. أما إذا كان يخدم وكان يقرأ عنده الحق باش يروح يتكون في لافاك ولا تربص. إذا كان حب يولي أستاذ وراه يخدم في الشركة يقدر يروح يولي أستاذ. ولي أستاذ على روحك، حبس الشركة هذيك نعلبوها. الآن آخرا عطلة الأمومة والتقاضي التعويضات. هاي كنت نهضر لكم قبيله. المرأة زعما عندها الحق باش تطلب التوقف إذا كان عندها وليدها يعني ولا عندها يعني وتقاضى تعويضاتها. العطلة الأمومة بيان سور لازم يعوضوا لها، تقاضى التعويضات كيفاش صحتها. أخيرا الحق في الرجوع بعد قضاء مدة الإيقاف، يعني يقدر يرجع بعد مدة الإيقاف هذه. التحفظي قبل ما يحيلوه على التأديب. إذا فات الفترة المحددة يعني في التوقف راهم رايحين يحيلوه على التأديب باللي إنسان هذا ماهوش نورمال، هذا خير يحبس خدمة ديريكت. يعني مدة الإيقاف التحفظي قبل إحالته على التأديب. شو معناتها تحفظي؟ قالوا باللي اسمع أنا عندي شهر عندي شهرين باينة، تفوت شهر شهرين هذيك أو رايح يحيلوه إلى التأديب صافي ما كان له تولي. وإذا ولا قبل عنده الحق بيان سور. والآن حل منازعات العمل الفردية. من المعروف أيها الطالب أن بين العامل ورب العمل كما نرى نحن في الصورة هذه يعني هنالك منازعات تنشأ بينهم، يعني تجعلهم دائما في شجار يعني على الأجر، والآخر يقول له أعمل وهذا يقول له ما نخدمش وهي رايحة. يعني هنالك منازعات فردية، يعني فردية لم أقل جماعية، فردية يحكمها العقد بين رب العمل والعامل. وشنو المنازعة الفردية؟ هي خلاف بين العامل وصاحب العمل وبسبب معاهدة عمل أو إخلال بالتزام تعاقدي، ويقدروا يحلوها هذه المنازعة عن طريق التسوية الداخلية للهيئات المستخدمة. يعني نقدروا نسويوها داخليا كما يقول لك غير في البيرو نفريوها، ونقدروا إذا ما فادتش التسوية الداخلية نفريوها في الشرع في لا جوستيس قضائية. أولا التسوية الودية للمنازعات القضائية. هذا كما يقول لك العنوان كبير، نسويوها وديا يا خويا في البيرو برك. يسموها هذه يعني مارغري شوفوا نقولوا استثناء مارغري المنازعات الودية. يعني هي اختصاص القاضي الاجتماعي، لازم يروحوا القاضي الاجتماعي يفصل لهم فيها شغل منازعة ودية. فإنها تنفرد عن غيرها من القضايا بضرورة التقيد بالإجراءات الهادفة إلى التسوية بالطريقة الودية قبل الفصل فيها قضائيا. مفهوم؟ يعني نسويوها وديا، وإذا ما تسوتش وديا نروحوا يعني بيان سور القاضي الاجتماعي هو اللي يقدر يفصل يعني يسوي لنا الوضعيه تاعنا وديا يعني. مفهوم؟ في هذه الحاله علاش على بها قلنا رغم خضوع المنازعه الوديه لاختصاص القاضي الاجتماعي تنفرد عن غيرها من القضايا، يعني ماشي كاع كيما القضايا الاخرى. علاش هنا في المنازعه الوديه
نروحوا للقاضي الاجتماعي. القاضي الاجتماعي هو اللي يسوي لنا المنازعات تاعنا وديا، يعني يفريها لنا غير وديا. الآن نقدروا نسويها داخليا، يعني تسويات داخلية للنزاع. إذا كانت علاقة عمل بين رب العمل وعامل، هنا نسويوها عند القاضي الاجتماعي. تسويات داخلية للنزاع. اش معناتها داخلية للنزاع؟ نتايا كي نقولوا داخليه صافي داخل مؤسسه مستخدمه. المؤسسه هذيك تكون شركه، تكون نامبورت ليسونسيال، يقصد بها توصل طرفي النزاع الى حل داخل المؤسسه، كما يقول لك داخل البيرو، طبقا للماده 3 قانون المنازعات الفرديه. يعني وفق للإجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية. قالت المادة 4 من نفس القانون: في حالة غياب إجراءات المنصوص عليها في المادة 3 يقدم العامل، يعني إذا ما فراوهاش داخل البيرو، يعني في التسوية الداخلية، العامل هذا وش يدير؟ يقدم أمره إلى رئيسه، يقول له باللي وش راك داير لي، ماك حاقرني، ماكش مليح، ما عاونتنيش، ما زدتليش. وعليه هذا الأخير لازم خلال 8 أيام يريبوندي له، يقول له باللي إذا عندك الحق، وإذا لا. في حالة عدم الرد أو عدم رضا العامل، يعني ما ردلوش، ما ريبوندالوش، يرفع العامل الأمر ديالو إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين حسب الحالة. يسموها هيئة تسيير المستخدمين. شكون هم المستخدمين؟ هم أرباب العمل، هنالك هيئة تنظمهم. هذه الهيئة العامل يرفع لها الدوسي، يقول لهم باللي العامل رب العمل ديالي ما راهوش يريبوندي لي على الحاله ديالي، وراه دائما مشنف، ما يهضرش معايا، ما يضحكش معايا، ما حابش من يرجع لي الراي، يعني ياخذ رايي في كاش موقف محدد. يعني في هذه الحاله راهو رايحه الهيئه المستخدمه هذه تلتزم بالرد عليه، يعني على الاسباب، يعني تقول له باللي علاش الشخص هذا ما حبش يريبوندي عليك، ولا تقول له باللي تعطي له حلول، يعني علاش رفض له كليا ولا جزئيا. رايحه هذيك الهيئه المستخدمه تتفاوض مع رب العمل هذا، مع رئيس او صاحب العمل هذا، رايحه تفاوض معاه، تقول له علاش الرفض الكلي او الجزئي هذا، يعني علاش ما رديتلوش. مفهوم؟ خلال 15 يوم. مفهوم؟ يعني اذا هيئه المستخدمه هذه رفضت له كليا ولا جزئيا، مفهوم؟ يعني من طرف بعد التشاور مع صاحب العمل، يعني خلال 15 يوم ترجع له الاسباب. اذا كانت هذاك الامر ديالو اللي يرفعوا لها الهيئه المستخدمه مرفوض او مقبول، 15 يوم باش تريبوندي له من تاريخ الاخطار، من تاريخ التبليغ لهذاك الامر. والآن سوف نذهب إلى نظام آخر، وهو يسمى بنظام المصالحة. يستطيعون أن يتصالحوا. كيف يتصالحوا؟ ما هو نظام المصالحة؟ هو إجراء هذا يسموه يقوم به طرف ثالث. طرف ثالث نقدر نسميوه وسيط. هذا الطرف الثاني يهدف لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، باش يوصلوا الحل، يعني ودي رضائي بين الطرفين. ونظم ذلك في قانون 90/4 تسوية المنازعات الفردية العامة. قلنا أصدر هذا القانون في 1990 في فترة انضمامنا إلى الرأسمالية. فهم؟ فهي هيئة متساوية الأعضاء، نصفها من العمال ونصفها الآخر من أصحاب العمل. يلعبوا نص، يلعبوا سوا كومبلي، نص عمال ونص أصحاب العمل. هذه هيئة. وينتخبون بالتصويت السري حسب المادة 20 نفس القانون. ويتم اختار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكتوبة، لازم عريضة مكتوبة وبحضور المدعي شخصيا. هذاك اللي يرفع الدعوة هو اللي يجي شخصيا باش يشوف كيفاش اسكو يصالحوا بيناتهم ولا لا. كما قلنا الطرف الثالث، شكون الطرف الثاني؟ هي الهيئة هذه. مفهوم؟ ويقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصريحات المدعي، يقول له باللي يا ودي رب العمل ديالي وحقرني في لاباي، ما حبش يخلصني منا بالتصريحات ديالو باش يشوفوا تسوية المصالحة. وأضافت المادة 27/04: يقوم مفتش العمل خلال مادة 27: يقوم مفتش العمل خلال 3 أيام من تبليغه، يعني 3 أيام هو يدرس القضية هذيك،
يقدم الإخطار لمكتب المصالحة. لازم 3 أيام هو يدرس باش يقدم الإخطار هذاك لمكتب المصالحة. واستدعاء أطراف الاجتماع، يعني هذوك الزوج هذوك اللي راهم متضاربين، وتحسب 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف. يعني 8 أيام على الأقل هو يستدعيوهم، يعني 8 أيام مر 8 أيام يبطبط المصالحة، هذا ربي يسهل عليهم. قبل تم عندهم 8 أيام في يديهم باش يجوا يحضروا لهذاك المجلس. كما قلنا تعتبر مكاتب المصالحة لجان متساوية الأعضاء. متساوية الأعضاء، مكاتب المصالحة هذه هم لجان متساوية الأعضاء. عندنا عنصرين من ممثلي العمال كما قلنا، عندنا زوج يمثلوا العمال وعندنا زوج يمثلوا أصحاب العمل. زوج ممثلين يمثلوا العامل وزوج يمثلوا صاحب العمل. وهذه المصالحة ماشي إجراء اختياري زعما حبوا يروحوا للمصالحة ولا شغل لا هو إجراء إجباري. قبل ما يروحوا للقسم الاجتماعي المختص في المحكمة المختصة حسب المادة 19، قبل ما يروحوا يسويوها في القضاء، لازم إجباريا يعرضوا، لازم يديروا نظام، يجوزوا على نظام المصالحة هذا. إجباريا يجوزوا على نظام المصالحة قبل ما يعرضوا النزاع ديالهم على القسم الاجتماعي. فهم؟ ويقدروا يكون هذا النظام يقدروا اللجوء إلى المصالحة اختياري، يقدر يكون في حالتين باش نروحوا للمصالحة اختيار ديالنا. أولا إقامة المدعي عليه خارج التراب الوطني، إذا كان هذا الإنسان اللي رانا رايحين ندعيو عليه يسكن برا فرنسا ولا في الألمان ولا ماشي في الجزائر. ثانيا حالة الإفلاس والتسوية القضائية، بالك إنسان هذا كان حب يسوي وضعية قضائية تاعو ما كاش كيفاش يروح القضاء، ولا كان عنده حالة إفلاس ما عندوش دراهم، يبقى في هذه الحالة راهو رايح يروح للتسوية الودية، يعني المصالحة اختياريا. كما قلنا قبيلة إجراءات المصالحة رانا قلناها ونعودوها. نقدموا الشكوى لمفتشية العمل، بعد الشكوى هذيك يحيلونها لمكتب المصالحة في ظرف 3 أيام، يدعوها للانعقاد يعني الحضور الطرف خلال 8 أيام باش يجوا، وإذا ما جوش تلغى، وإذا ما حضروش يشطبوا القضية. يعني إما إذا حضر المدعي عليه أو ممثله ويتم استدعاؤه من جديد لاجتماع المصالحة في أجل 8 أيام من تاريخ الاستدعاء. وإذا جاء الواحد فيهم يعني المدعي عليه واللي يمثلوه يقدروا يستدعيوه مرة الجاية، يعني يقول لهم مرة الجاية نزيدوا نمدوا لكم قسم يجي الآخر. وإذا غاب مرة ثانية هذا المدعي عليه يعني هو رب العمل، إذا غاب مرة ثانية يعيد محضر مصالحة، يعني يعاود مرة يعد محضر مصالحة. هذا المحضر المصالحة يعد محضر لعدم المصالحة، يولي محضر عدم المصالحة، صافي ما يصالحوش بيناتهم. يعني غبت مرة زيد تغيب دوزيام فوا، صافي هنايا يولي هذا محضر المصالحة يولي محضر عدم المصالحة، ما نصالحو لكمش. وثاني وخامسا هذه النسخة تسلم للمدعي للاجتماع، تسلم للمدعي هذا اللي ادعى، هذا اللي رفع دعوى، تسلم له للاجتماع باش يجي يجتمع ليباشر الدعوى القضائية، بيان سور يجي باش يباشر الدعوى القضائية. إذا حضر طرفان بين زوج تمت المصالحة، يتم تحرير محضر لذلك. وإذا ما لم تتم يحرر محضر بعد المصالحة بعدم المصالحة. إذا حضروا يحرروا محضر بالمصالحة، إذا ما حضروش يحرروا محضر بعدم المصالحة. وهذا المحضر هو قابل كحجة للإثبات، يعني إذا ماشي كانش مزور يكون حجة للإثبات. إذا ما كانش مزور أنا قلت لكم المحضر هذا اللي داروه إذا ما كانش مزور يعتبر كحجة أساسية للإثبات. والآن سوف ننتقل إلى إجراء آخر هو تنفيذ اتفاق الصلح. هذا اتفاق الصلح هو كمثل نظام المصالحة، فمكتب المصالحة ما راهوش سلطة قضائية، ماشي قضاء السلطة القضائية ماهوش سلطة قضائية مكتب المصالحة، والقانون ما عطالوش السلطة باش يكون على يعني عنده سلطة على الأطراف هذو اللي يتنازعوا بالسيف، باش يقول لهم بالسيف وبالسيف باش ديروا هكذا بالسيف.
هذه المكتب المصالحة هو راجع لرغبة الأطراف في تنفيذ التزامهم. صافي الأطراف إذا راهم حابين يسويوها وديا يروحوا للاتفاق الصلح، يتفقوا بيناتهم باش يتصالحوا، مفهوم؟ يروحوا بيناتهم باش يتصالحوا. باسكو علاش؟ واش قالت المادة 33 من قانون العمل؟ قالت ينفذ الأطراف اتفاق من قانون منازعات العمل، ينفذ الأطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها، يعني هما اللي يحددوها. فإذا لم توجد في الأجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الاتفاق، صافي اتفقوا باش يروحوا يتصالحوا، هذا ما كان. فإن المشرع حرص على تنفيذ هذا الاتفاق، ففرض غرامات تهديدية التي وقع النص عليها في المادة 34. وش معناتها هذه الغرامة التهديدية؟ صافي هذا الشخص يعني إذا ما راحش للاتفاق اللي اتفقوا عليه، رايح يخلص غرامة تهديدية للمدعي اللي رفع الدعوة عليه، زعما إذا ما جاش المدعي عليه ولا ما جاش المدعي، على كل يوم روطار، على كل يوم روطار، زعما عنده الشهر، يعني ما جاش مر الشهر هذاك ب 15 يوم عنده غرامة تهديدية، يعني القضاء يفرض عليه غرامة تهديدية كل نهار يخلص دراهمه، كل نهار 15 يوم هو يخلص الدراهم هذو. علاش؟ واش قالت المادة هذه 34؟ قالت تتحدد الغرامة التهديدية كل يوم لا تقل عن 25% من الراتب الشهري أدنى المضمون. كل نهار ينقصوا له 25% من الراتب ديالو، حتى يعني على حسب الروطار، يعني 15 يوم 15 يوم. ويحددها التشريع والتنظيم المعمول به، بيان سور يحددها القانون. الآن تنفيذ الصلح والاتفاق ونظام المصالحة والتسوية الودية ما نجحتش، واش يديروا؟ يروحوا يشرعوا، سيبو. قالك إذا ما تفردش بالمنازعة الفردية الودية، راهم رايحين الوسيلة الوحيدة اللي بقات هي اللجوء إلى التسوية القضائية. وين يروحوا دوكا؟ يروحوا للقسم الاجتماعي، يروحوا للقاضي المختص في فك النزاعات الفردية. شكونو؟ القاضي يعني الاجتماعي، هو صاحب الاختصاص. المادة 8 واش تقول؟ تنعقد جلسات المحكمة بالنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاضي ويعاونه مساعدان من المستخدمين، مساعدان توعوا ومساعدان من المستخدمين. ويجوز للمحكمة أن تنعقد بحضور مساعد من العمال ومن المستخدمين، ويكون صوتهم تداولي، وفي حالة تساوي التصويت يرشح صوت الرئيس. إذا كانت 50% المدعي و50% المدعي عليه باش يتصالحوا باش ما يتصالحوش، راهو رايح الرئيس يخير واحد فيهم. الآن انتهينا من تشكيلة القسم الاجتماعي، قلنا باش يتشكل، وقلنا واش من التسوية القضائية، كي يفشل التسوية الودية نروحوا للقضائية. والآن القسم الاجتماعي باش يختص. القسم الاجتماعي الاختصاص ديالو هو ما يخرجش عن المنازعات الفردية، يفصل إلا في المنازعات الفردية كما حكينا من قبل، وبالتالي يخرج عن نطاق اختصاص النزاعات الجماعية للعمل، ما يديش النزاعات الجماعية للعمل، استثناء أن يعني النزاعات الجماعية هذيك الخارجة عن التسوية القضائية ما يسحقهاش، ما يخدمش بها، لكن إلا بقضايا التفسير وتطبيق الاتفاقيات الجماعية للعمل. يقدر يفسر الاتفاقيات نورمال، يقدر يفسرهم، بصح باش يحلك منازعة ما يقدرش يفسر لك اتفاقية تاع الجماعية للعمل، ما يقدرش يفصل في النزاع. علاش؟ لكون النزاع يخص عامل واحد أو عدة من العمال دون أن يكون هذا النزاع جماعي. ما تحقوش يكون جماعي، يخص بزاف من العمال بصح ما يكونش جماعي، يكون فردي. وقد يكون النزاع الفردي يخص عدد من العمال، يعني بزاف، يعني نزاع فردي بصح يخص عدد من العمال، فيظهر أنه نزاع جماعي، يبان لنا باللي هذا هو نزاع جماعي، ينوضوا احتجاجات برا ومنا، هو نزاع واحد يخص عامل واحد، برك شغل واحد نوضهم كاع، شايفين؟ لكن في الحقيقة هو مجرد نزاعات فردية متعددة الأطراف والأسباب، وقد تكون متشابهة، أو حالات التصريح الجماعي أو العقوبة التأديبية التي تشمل مجموعة من العمال، زعما مجموعة من العمال طبقوا عليهم قاع نقصوا لهم مليون من الشهر ديالهم، يبغوا يخرجوا قاع احتجاج، بصح ماهوش اتفاقية جماعية، راهم هما تعرضوا قاع لسبة خرجتهم يخرجوا، تبان باللي اتفاقية جماعية خاصة عمال بزاف.
مفهوم. وبصفة عامة ترفع الدعاوي المتعلقة بالمنازعات الفردية التي بين صاحب العمل والعامل، يعني في القضاء في القسم الاجتماعي في دائرة اختصاص إبرام العقد العمل. شفت وين خدمت انت عند صاحب العمل تخطف ترفع عليه العقد في هذيك البلاصة، يعني في البليدة ترفع عليه العقد في محكمة البليدة، ترفع العقد في محكمة البليدة وين خدمت انت في بليدة. أو تنفيذه والتي يوجد فيها موطن المدعي عليه، يعني بيان سور وين يسكن المدعي عليه، تقدر ترفعها وين تخدم ولا وين يسكن المدعي عليه. واذا يعني انهيت العقد العمل كان بسبة يعني صار لك اكسيدون ولا مرض ولا الاختصاص يولي للمحكمة التي يوجد بها مدعي الموطن المدعي، بلا ما تقدر تبوجي راك غير وين تسكن انت في حالة مرضية تقدر ترفع دعوة غير وين تسكن انت بلا ما تبعد وتروح لبعيد. مفهوم. فهذا القسم الاجتماعي هو يفصل في المنازعات هذه قاع يتيك ويقول لك بلي المحكمة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام وتفصل المحكمة في جميع القضايا المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة التي تخص بها إقليميا، غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام يبقى المدني ينظر في جميع النزاعات باستثناء النزاعات الاجتماعية، استثناء القضايا الاجتماعية. يعني تقدر تروح القضاء المدني يعني إذا ما كانش يعني قسم اجتماعي باش نكونوا موضوعيين يقدر يفصل لك في النزاع ديالك الفردي هذا، يعني القسم المدني. فهذه فالمادتين 20 و 21 كرست يعني تسوية المنازعات الفردية للعمل، يعني باش تشوف المحاكم وتفصل في المسائل يعني نابورت المسائل اللي تخص الخلافات الفردية للعمل، القضايا التي يخولها القانون صراحة يعني باش يفصلوا فيها، إلغاء العقوبات التأديبية والاتفاقية الإجبارية وتسليم شهادة العمل وكشوفات الرواتب. يعني هذو قاع نقدرون يعني نسويوها عند القضاء الاجتماعي خاصة في المسائل التجارية. هذوما المسائل التجارية يعني قضايا عقوبة تأديبية واتفاقيات إجبارية تسليم شهادة العمل كشوفات الرواتب، يعني نقدروا نديروه المسائل التجارية ينظمهم القسم الاجتماعي تاع قاع علاقة العمل. وأخيرا تنتهي علاقة العمل بظروف طبيعية وغير طبيعية. في طبيعية تكون بالاستقالة أو بالوفاة أو غيرها، وفي غير طبيعية تكون بالفصل أو التسريح التأديبي يحوزك يقول لك ما خالفت القانون ديالي يبان حوزك ما تجيش تخدم عندي، ولا الطرد ولا غيرها من الإجراءات الغير طبيعية أو غير عادية. وهذا هو أبسط شرح في قانون العمل، وهذه المعلومات دائما تكون موضحة وموظفة من القانون وتكون من المحاضرات فلا شك فيها. وهذه هي نهاية الفيديو وانتهينا ووصلنا إلى نهاية الشرح، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا قد فهمتم هذا الفيديو ووفقني في عرض كل محتوياته وكل معلوماته. فلا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم فهو يعتبر كأجر لكم ولنا إن شاء الله، وادعمونا في القناة ولا تبخلوا علينا بالدعم لأنه يحفزنا على تقديم الأفضل دوما. وبالتوفيق للجميع في الامتحانات وفي المسابقات، ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.